السلام عليكم، تحياتي للمشاهدين الكرام. وليد الركراكي، باي باي. مرحبا بمدرب جديد، بفكر جديد، بتكتيك جديد. مرحبا به. انا كنفضل ثلاثه مدربين وطنيين، ولا افضل الاجنبي، لان الاجنبي ما شفناش منه شي حاجه زوينه صراحه. الانجازات اللي دارت كلها دارت بمدربين محليين. مرحبا بالسكيسيوي، مرحبا بوهبي، ومرحبا بعموته. يعني هاد ثلاثه المدربين انا كنرشحهم يكون واحد فيهم في الاداره التقنيه. هادو مدربين صراحه عندهم سمعه مزيانه، عندهم انجازات كبيره. عموته غني عن التعريف، راكم عارفين دا كاس الشان مع المنتخب المحليين، مشى الاردن دار صوره كرويه، يعني مدرب كبير. وهبي مشى دا كاس العالم للشبان ضد الارجنتين، يعني ربح العمالقه. دا كاس العالم الشبان عنده انجاز كبير. المدرب الثالث وهو طارق سكيتيوي، اللي شق الطريق ديالو ووصل حتى هو يعني الالقاب، ودا كاس العرب الاخير اللي تنظم في قطر، دا باداء ونتيجه وكره وفرجه والى اخره. على اي، وليد الركراكي عرفناه انه غادي يستقل او غادي يتقال منين السيد اللاعب عميد الفريق الوطني المغربي سايس اعلن اعتزال ديالو دوليا. يعني تما عرفنا انه كاين شي حاجه كتطبخ عند السيد فوجي القجع، كيوجد لشي حاجه. لان لا يخفى عليكم انه بضعه ايام اللي فاتت انه سايس قال لكم اسيدي غادي نكون واجد لكاس العالم، فاذا به اليوم كيعتزل. اذا السيد وليد الركراكي غالبا اما غدا ان شاء الله اللي هو اليوم الجمعه او السبت غادي تكون الخبر اليقين، لان لحد الساعه مازال كنشوفوا الجذب والى اخره. يعني الجامعه كتنفي، وسائل التواصل الاجتماعي بعض الصحفيين كيأكدوا انه استقل، والجامعه كتخرج ببالغ كتقول لك مازال ما كاين والو، ولكن كاين شي حاجه. نتمنى الله سبحانه وتعالى يجي مدرب جديد بعقليه جديده، بتفكير جديد، تكتيك جديد، ونمشيو ان شاء الله لكاس العالم بواحد جديد زوين اللي نقدروا نوصلوا فيه لابعد مرحله في كاس العالم. انا كنعاود وناكد انه اندريس انيستا او كزافي لحد الساعه راهم ما صالحين شي صراحه. تدريبيا ما عندهمش شي حاجه كبيره. المدربين الوطنيين احسن منهم، كفاءه عليهم ودايرين انجازات عليهم. اذا خصنا نمشيو مع ذاك المدرب اللي دار انجاز، اللي دار تجربه، لان ديك التجربه كيفتقدوها الاخرين الاسبانيين. التجربه ديال تسيير المنتخب ماشي تجربه كلاعب، تجربه ديال المدرب داي كاس العرب، او مدرب محمد وهبي داي كاس العالم الشبان، ماشي هي اللي مشى يدرب البارسا وفشل. اذا كنتمنى الله التوفيق، واللي دارته الجميع مقبول. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.